رقاب محشية فريكة زي ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. زبدة. عندكم عزومة بس رقاب محشية، قاعدة اليوم مش مناسف، بس رقاب محشية. ما نقربوا قربوا قربوا قربوا. شوفوا لي الجمال هذا، شوفوا كيف ما في كلام، انتهى الكلام. طيب هذا فطوري ما اللي دخل في التصوير، اهم شيء ان نصور اكل واحنا بناكل. حللوها. هذه مية حامية عندي، ودي انقع. طبعا الفريك غسلتها كويس وطلعت منها الشوائب. بسم الله. تاخذ معنا ساعة عبال ما تشرب المية هذه كلها. حطيت تقريبا معلقة ثومة بودرة، كركم نص معلقة، كمان تقريبا معلقة صغيرة بابريكا، حطيت معلقتين فلفل اسود خشن. اهم شيء عندنا السمنة البلدي او السمنة العربي، كمية كبيرة. طبعا البديل الكويس للسمن هو زيت زيتون، بيطلع تقريبا نفس المفعول. بنحرك الخليط هذا. ملح. هذه رقبة خروف غسلتها كويس زي ما انتم شايفين، مقسومة بالطول. تقولوا للحام يقصها لكم بالطول للحشي. ثاني شيء بيفتحها كذية من الشقة هذه، وهذا الشقة بتجي ايش مسكرة. شوي شوي بنحط الخليط. اهم شيء المنطقة اللي جوي بالشكل هذا. طبعا انا اخترت الفريكة بالعمدن لان الفريكة بتحب الدسامة اكثر من الرز، فهي بتلايم للخروف اكثر. كمان سمن عربي، ملح، فلفل اسود، شوية كركم، ربع معلقة صغيرة. نضيف كمان لوز طبعا قليته. كذا جاهزة معنا فريكتنا. ورقتين زبدة وورقة قصدير، ودنا نحشي. بسم الله ما شاء الله. حتى الشي وهو الساعة ما جهز والله بيفتح النفس. ما ودي اخيطها. ليش؟ لاني ودي الف كل وحدة كذي بالشكل هذا، ودي الف كل رقبة لحال. شايفين علي؟ هي لفيت اول وحدة كذية، هي الثانية بالشكل هذا. نرجع عليها كذية، شوية شدة. الفرن شغال مسبقا معنا على درجة حرارة 250. بنحطه 4 ساعات، أول ساعة على 250 وبعدين الثلاث ساعات الثانيات على 180. طبعا عشان ودنا إياه يستوي على مهله. بنضيف مية للنص وأكثر من النص. بالعمدة خليت ورقة الزبدة اللي عليه البهارات، يعني بنطلع كل ساعة إذا نقصت بنزيدها مية. بحط شوية ورق غار. بسم الله. طبعا أهبط شي تحت. فتحنا عنهن بعد 3 ساعات ونص. ما شاء الله طلعن زي ما انتم شايفين بجننن بعد 3 ساعات ونص. الحين السمنة هذه عشان ياخذن معي اللون والطعم الصح. الفرن شغال من فوق ربع ساعة بس، ياخذ اللون على السريع وكنا نجهزه.